كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة إن شاء الله البط بالمرتق الدمياطي، طريقة سهلة جدا وبسيطة. ونبدأ كده إن شاء الله الخطوات مع بعض. أول حاجة هنعمل محلول النقع. معايا معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح وربع معلقة من الفلفل الأسمر، ممكن تستخدمي فلفل حصى عادي. طبعا هضيف بقى المنكهات اللي موجودة عندك، شرايح ليمون، شرايح برتقان، قرفة، عيدان كده، وحبهان. هنبدأ بقى نقلب المحلول كويس مع حوالي لترين مية، ونبدأ نحط البطة دي حوالي 3 كيلو بعد التنظيف. يعني قبل التنظيف كده حوالي 4 كيلو ونص تقريبا. بنسيبها بقى في محلول النقع حوالي مثلا ساعتين 3، ممكن ليلة كاملة. طبعا كل ما تطولي المدة كل ما يبقى أفضل. مع حوالي نص كيلو من البصل، بقطعهم قطع متوسطة، يعني مش صغيرة ومش كبيرة. ويفضل طبعا نقطعه يدوي زي ما احنا شايفين، القطع نفسها سميكة. هنضيف عليه الكبد والقوانص، قطعتها قطع صغيرة برضو. وضفت حوالي ربع كوباية من الزبيب، وده اختياري طبعا. ضفت بقى معلقة صغيرة من الفلفل والكمون والشطة. وبعد كده ظبطت الملح حوالي معلقتين صغيرين. ضفت كمان حوالي معلقتين كبار من الزيت. هبدأ بقى أقلب البصل مع البهارات مع الزيت كويس جدا. طبعا الزيت مع البهارات مع البصل بيدي نكهة جميلة جدا. نبدأ بقى نحشي البطة. طبعا بعد ما غسلتها كويس وشطفتها وسبتها في مصفى كده تصفي كل السوائل اللي موجودة فيها، وده بيخلي البطة ما فيهاش أي زفارة. هنبدأ بقى زي ما احنا شايفين نحشيها كويس. طبعا يفضل ان احنا نعملها بخلة او عصيان الشيش طاووق، بس بصراحة كانت الفتحة كبيرة شوية. فبدأت كده استخدم ابرة وخيط، وبدأت كده اقفل الفتحة تماما. وباستخدام دبارة ببدأ ألم الرجلين وأربط كده بالدبارة. وهاجي برضو عند الجناح أربطه هنا كويس. كده البطة جاهزة معانا. في صينية بقى اللي هندخلها الفرن هضيف معلقة من السمنة، يفضل طبعا تكون سمنة فلاحي، ومعلقتين أو 3 من الزيت. وهبدأ أشوح البطة كويس جدا من كل ناحية على نار عالية كده، ونبدأ نقلبها على كل جنب شوية لحد ما تاخد لون ذهبي. الخطوة دي بصراحة بتنقل البطة في حتة تانية خالص، فعلا بتدي نكهة وطعم مميز جدا. بعد بقى ما شوحتها من كل الجوانب، هبدأ أضيف المنكهات. أنا ضفت هنا شرايح من البرتقان وعيدان القرفة والبصل وجزر وحبهان، ورق لورا. طبعا لو عايزة تستغني عن أي حاجة في دول مفيش أي مشكلة، بس يعني ضيف البصل والحبهان وورق اللورا. بعد كده هنزل بحوالي لتر من المية المغلية، على حسب طبعا الصينية ما تاخد معاكي، يعني تقريبا كده تلتين الصينية. وضفت هنا حوالي نص معلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الملح. غطيت الصينية بورق زبدة، وبعد كده غطيتها بورق فويل. بقفل بقى الفويل كويس قوي. بدخلها فرن على أعلى درجة حرارة على الرف الأول، بسيبها حوالي ساعة.
كده بعد ساعة تقريبا هدهن البطة كده من الدهون اللي نزلت منها في الصينية، وبعد كده دخلتها فرن برضو على أعلى درجة حرارة، تاخد حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع، تطلع بقى بالشكل التحفة ده. بدهنها برضو من الدهون اللي نزلت من البطة عشان ألمع الوش، وبعد كده بقدمها. ممكن أنا كنت عاملة ممبار، ممكن رز بالمكسرات، ممكن رز بسمتي، ممكن تقدميها مع محشي. يعني البطة ممكن تقدميها مع حاجات كتيرة جدا، ممكن كمان مع رقاق أو جلاش باللحمة. نبدأ بقى نقطع الصدر زي ما احنا شايفين، طبعا بتتقطع بكل سهولة، ده دليل على ان التسوية مظبوطة. شو بقى ناخد قطعة، شوفوا مستوية جدا. طبعا التسوية بالنسبة للبط على حسب الوزن، يعني دي تقريبا 3 كيلو أخدت حوالي ساعتين في الفرن. لو البطة أكبر من كده، طبعا أنا بتكلم على البطة بعد التنظيف، لو البطة 4 أو 5 كيلو بتاخد طبعا مدة أطول، يعني تاخدي بالك بالنسبة للوزن. شو بقى كمان التسوية هنا مظبوطة جدا. بتمنى بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبتمنى اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك في القناة، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة أول بأول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.